السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من مطبخ زمزم وبلال. النهارده ان شاء الله هنعمل كده فيديو معاكم بسيط كده، يعني ايه هو تجميعة يومين. من اوله لاخر اليوم، يعني الاخر، يعني انا صورت ده على يومين الفيديو. بدأت يومي كده اقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهنا كنت عملت الصبح طبعا اول ما بصحى بعمل شاي وبغمس فيه بسكوت او اي حاجه وبس. وبدأت اليوم كده من اوله. هنعمل ايه؟ زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده الفيديو هيبقى بسيط وسهل. وما تنسوش اللايك عشان انتوا بتتفرجوا، وتنسوا تحطوا اللايك، معلش فضلا وليس امرا، ربنا يبارك لكم. وعايزه اقول لكم كمان ان انتوا دايما تواظبوا، يعني انا بقى اشرب الشاي وبقعد اعمل الورد بتاعي بتاع القران. مواظبه عليه من قبل رمضان كمان، فضل الله الحمد لله. ان انتوا كمان ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه الورد بتاعكم من القران. وهنا كنت حمرت للولاد بقى بطاطس، وعملنا جبنه بطماطم كده، وقعدنا فطرنا تمام. وحمرت كمان بطاطس وجبنه، وقليت بتنجان كمان. هو بدايه اليوم عندي كده، بنشرب شاي الاول، بعديها مثلا بشويه كده بنفطر. تمام. ونعمه وفضل الحمد لله. طبعا العيال ما سيبروش لغايه ما احط، كانوا بياكلوا بطاطس ده كالعاده، يعني كلنا كده. بس وبدات بقى اليوم لازم طبعا الفطار ده حاجه اساسيه، يعني اساسي خالص الفطار. تمام. انا بالنسبه لي ده فطار اساسي، لان ممكن اقعد عليه لحد بالليل ما اكلش. تمام. باكل متاخر، يعني بتغدى متاخر، لكن الولاد بيتغدوا عادي بدري. فوجبة الفطار دي أساسية للكبار والأطفال، لازم تفطروا، ده أساسي. علشان تبقي يعني تبدأي يومك كده ايه، وانتي نشيطة، تقدري تعملي طبعا ايه مهام يومك كلها. فطرنا، وكانت الحمد لله بفضل الله نعمة وفضل، ربنا يطعم كل جائع يا رب ان شاء الله. ودخلت على غرفة الولاد بقى، كانت صراحة متبهدلة شوية كده، الملاية ما كانتش نضيفة، والسجادة نضيفة كده عشان انا حاطة عليها حافظة، يعني من غير الحافظة كان زمانها اتبهدلت. ونضفتها، كنستها، ومسحت ونتنتها زي ما بعمل معاكم، ومسحت السيراميك وغيرت الملايه. ولمعت طبعا الديسكات دي، مش لمعتها ده، غسلتها بالكلوريكس عشان كانت متبهدله. غسلتها كويس، وبعد كده شطفتها بميه نظيفه، عشان طبعا الولاد بيقعدوا عليها ويلعبوا ويكتبوا كده. بس. وكانت الغرفه نظيفه، ولمعت طبعا الخشب، والبلكونه كمان كنت عملتها بس نسيت اصورها معاكم، كانت مطربه عشان نشرت غسيل. لازم انضفها يعني، عشان طبعا دي بتتردم كل يوم، بتبقى مليانه تراب. والسجاده ما كنتش حاطه عليها حافظه، مش هتقعد نضيفه الصراحه. طبعا الاوضه دي احنا بنقعد فيها على طول، يعني اكل وشرب وقعده الولاد فيها ولعب وكل حاجه. اسفه معلش على الصوت. بس زي ما قلت لكم. يعني الغرفه كانت محتاجه صراحه تتنضف وتتروق. واحط عليه يعني ايه، والمع بس ايه التراب بتاعها بس كده اللي عليها على الخشب. وبس، ما فيهاش اي حاجه، وكانت زي الفل. وبس. ورحت بقى ايه، ما كناش خرجنا في العيد، فصراحه ايه صاحبتي قالت تعالي ايه نوديهم في ملاهي جنبنا كده، يلعبوا شويه بس كده، هو يطلعوا طاقتهم عشان كانوا زهقانين. خدناهم بقى ايه، لعبوا شويه كده وانبسطوا. يعني جنبينا مش بعيد، لان احنا ما خرجناش خالص الصراحه في العيد. فهم صراحه كانوا يعني ايه زهقانين. فخدناهم بقى لعبناهم كده شويه. ده كان بقيه اليوم، ده كان العصريه بقى كده، كان يعني ايه بعد العصر. بس خدتهم بقى قعدوا يلعبوا كده شويه وانبسطوا الصراحه. طبعا ما كانوش عايزين يمشوا كالعاده، مشينا هم زعلانين، يعني قعدنا اكتر من ساعتين. وبرضه كانوا زعلانين. لففناهم بقى شويه بالقطر، وطبعا ما فيش لعبه فيها مجهود ولا حاجه. بس كده قعدوا يلعبوا ايه، يتزحلقوا شويه وسط الكور. تمام. وبس. وده كان يومنا. وقبليها بقى انا كنت طبعا الغدا اللي انتوا هتشوفوه ده كنت عاملاها قبلها بيوم، يعني انا ما ينفعش اخرج وانا ما عنديش اكل في البيت، لازم يكون في اكل، بحيث طبعا خروجه زي كده العيال هيرجعوا لازم يكونوا ايه، ياكلوا طبعا. خدوا حمام، استحموا تمام، وبعد كده ايه اتغدوا. بس كده. هنا لعبوا بقى وبسطوا وبهدلوا الدنيا. هنا حذيفه كان بيعيط عشان بياخدون من عدد الكور. بس هنا بقى ده كان الغدا، ده زي ما قلت لكم كان قبلها بيوم. كنت عامله بطاطس، وعامله ايه رز. تمام. البطاطس هنا عملتها، وكان ما كانش عندي فلفل رومي الصراحه، هي كان ناقصه فلفل رومي، بيديها طعم حلو جدا. وطبعا قيمته الغذائيه انتوا طبعا عارفين فيه كالسيوم وكده. والجزر كمان، الجزر كمان جربوا البطاطس بالجزر بتبقى حلوه جدا. انا بقطعه صغير كده، علشان انا عندي الولاد لو شافوه يقعدوا يقولوا لك لا مش عايزين ده. والبصل نفس الحكايه بقطعه صغنن. انا عارفه المفروض اقطعه كبير جوليان كده، بس عادي يعني، هو بس انا بقطعه صغنن عشان هما ايه بيقعدوا يشيلوا البصل ويشيلوا الطماطم ويشيلوا الحاجات دي، فاهميني. فبحاول ان انا اقطعها لهم صغنن كده، وهي بقى طبعا البصل بيدوب انتوا عارفين. بس ده يعني كان الغدا بتاعنا بسيط كده. هو مش مكلف واقتصادي خالص على الاخر يعني. وبس، والحمد لله فضل ونعمه. لو وصلتوا لحد هنا يا بنات، متنسوش ربنا يبارك لكم ويديكم الصحه والعافيه يا رب، تحطوا اللايك. ولو عجبتكم القناه تشتركوا معايا في القناه عشان القناه تكبر، عشان نفسي القناه تكبر الصراحه يعني. بس زي ما انتم شايفين بقى كده كان عندي شوربه. حطيت طبعا التوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبره.
ولو عندي شوربه، ما عندكيش شوربه عادي بقى، في يعني في ناس بتعملها عادي كده ناي من غير شوربه وتحطي مرقه دجاج، بس انا كانت عندي شوربه فحطيت بقى الشوربه. عملنا شويه رز بشعريه وحطيت طبعا زيت، وكان يعني اكله جميله والحمد لله فضل ونعمه. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب واحفظها من الزوال. مش شرط ان انت لازم تعملي فراخ ولحمه، لا الموجود عندك اعمليه. المهم بيتك يكون فيه اكل، المهم ان انت ما تسيبيش البيت من غير اكل عشان الولاد، ولازم يعني البيت لازم يكون مستور يعني. تمام. بس كده حطيت طبعا البطاطس على النار، وعملت على طول الرز بشعريه بتاعنا العادي خالص التقليدي، مفيهوش اي حاجه يعني، كلنا بنعرف نعمل الاكل يعني الحمد لله بفضل الله. بس هنا كنت حطيت بقى المعيار ده، كنت بشوف كده ان كده يبقى مظبوط. لو حطيت المعلقه كده تبقى كده يعني المقادير بتاع مقدار الرز مظبوط. وبالليل بقى هنا اخر اليوم عملنا بقى، ده اخر اليوم عملنا كيكه حلوه كده اخويا جنة، وقعدنا شربنا كلنا مع بعض الشاي وكلنا الكيكه، وكانت الكيكه ممتازه طعمها زي الفل. وده كان الفيديو بتاعي، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله.